سبحان الله في التفاصيل. النهاردة هنشوف رحلة الأكل المذهلة جوه جسمك، من أول ما تاخد أول قطمة لحد النهاية. هنعرضها لكم في عرض 4D خيالي بيبسط المعجزة دي. جاهزين نكتشف إيه اللي بيحصل جوانا؟ السيستم ده شغال بالملي، فيه 10 أجزاء رئيسية بيشتغلوا مع بعض في تناغم عجيب وبدون أي تدخل منك. الرحلة بتبدأ من الفم وتعدي بالمريء، المعدة، الكبد، الأمعاء، لحد ما تخلص خالص. يلا بينا نركب القطر ونبدأ الرحلة. المحطة الأولى الفم والمطحنة. أول ما اللقمة تدخل، الأسنان بتبدأ فوراً في مضغ وتكسير الأكل، وفي 3 غدد بتفرز اللعاب عشان تسهل البلع. بس السر الكيميائي هنا هو مادة اسمها الأميلاز. دي بتبدأ تهضم الكربوهيدرات في لحظتها. وصلنا مفترق الطرق، الأكل بيوصل للحلق، وهنا في فتحتين، واحدة للهواء وواحدة للأكل. عشان كده ربنا خلق لسان المزمار، ده جهاز استشعار بيقفل طريق الرئة فوراً عشان الأكل ينزل في المريء بأمان من غير ما تشرق. سبحان الله. بعد كده بننزل في زحليقة المريء. المريء عبارة عن أنبوبة عضلية مهمتها الوحيدة تاخد الأكل وتوصله للمعدة. العضلات دي بتزق الأكل لتحت بحركة منتظمة عشان تضمن إن الرحلة تكمل بأمان ومفيش حاجة تقف في السكة. في بداية المعدة في العضلة العاصرة، دي بوابة قافلة الباب دايما بمفتاح، وبتفتح بس لحظة وصول الأكل عشان تعديه وتقفل فوراً. ليه؟ عشان تمنع الأحماض القوية اللي جوه المعدة إنها ترجع للمريء وتعمل لك حرقان. هنا بقى الشغل التقيل، خلاط المعدة العظيم. المعدة بتنتج إنزيمات وأحماض قوية جدا بتهضم الأكل المتكسر وتحوله لتركيبة شبه سائلة جاهزة إنها تسافر وتكمل رحلتها للأمعاء. وصلنا ل12، أول 20 سنتي من الأمعاء الدقيقة. المكان ده عامل زي نقطة استلام الإمدادات العاجلة. الأكل بيوصل هنا وبيستقبل مواد سحرية من عضوين مهمين جدا عشان يكملوا أصعب خطوات الهضم. المساعدين السريين هم المرارة والبنكرياس. المرارة بتفرز العصارة الصفراوية عشان تكسر الدهون، والبنكرياس بيفرز الإنسولين عشان ينظم مستوى السكر في جسمك. فريق عمل متكامل عشان صحتك. الأكل بيكمل حركته جوه الأمعاء الدقيقة، وهنا بتحصل أهم خطوة، الحصاد. الأمعاء بتمتص كل العناصر الغذائية والفيتامينات اللي جسمك محتاجها عشان يكبر ويبقى عندك طاقة، وبتبعت البواقي للأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة بتستلم البواقي، ووظيفتها الأولى هي امتصاص السوائل. جسمك ما بيضيعش نقطة مية واحدة، بيمتص السوائل من الأكل فبيتحول من شكل سائل لشكل صلب، وهو ده اللي بنسميه الفضلات. المهمة التانية للأمعاء الغليظة هي التمعج والعصر. الأمعاء بتعمل انقباضات عضلية قوية ومستمرة عشان تزق الفضلات الصلبة دي وتحركها في طريقها لحد ما توصلها لمنطقة المستقيم. الباب الأخير هو العضلة القابضة. أول 5 سنتي من فتحة الشرج عبارة عن عضلة قوية جدا قافلة الطريق تماما. العضلة دي بتمنع خروج الفضلات حتى وانت نايم، وما بتفتحش غير لما المخ يديها أمر مباشر. سيستم أمان وكنترول خيالي. الدروس المستفادة من السيستم الإلهي المبهر ده: 1. لا شيء يضيع، جسمك بيستفيد من كل نقطة مية وفيتامين. 2. حماية تلقائية من لسان المزمار لحد بوابة المعدة. 3. دقة التصميم، 10 أجزاء بتسلم بعض، كل عضو عارف وظيفته بالملي وبدون تدخل منك. خلصت رحلتنا المذهلة جوه جسمك. نتمنى تكونوا استمتعتوا وشفتوا عظمة الخالق في تكويننا. لو عجبكم العرض ما تنسوش تعملوا شير وتدعمونا عشان نكمل. تابعوا صفحة نور ساينس AI لكل جديد ومبهر. مع السلامة.